تكون أولى مباريات الأزرق في الرياض خلال الموسم الجديد. حضور جماهيري كبير وأكبر من المتوقع في مثل هذه المناسبات، وكذلك مدى الاحتياجات قبل إغلاق السوق بعد 46 يوما. الهلال يدخل هذه المباراة وسط هذا الكرنفال، ويبدأ الكرنفال. نعم، لقد بدأ الكرنفال عن طريق السيرخي ميلكونوفيتش سافيتش. هدف أول مع الأزرق يسجل الآن، وبهذه الصورة الغاية الجمال وفي غاية الروعة، حيث الانطلاقة الأولى بدري 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 كعادة الزعماء من بدري بأعماله الكاملة التي قدمها ليس فقط في الموسم الماضي بل حتى منذ نهاية الموسم الذي قبله، وكان له تأثير في الدوري الإعجازي. هجوم كويتي الآن، الله الله، هدف جميل وهدف لا يسجله إلا الدولي التونسي الكبير جدا طه ياسين الخنيسي، هداف الدوري الكويتي الموسم الماضي، إذ تقدم بسرعة الصاروخ يا عقلة وتحرك للأمام ونجح بتسجيل هدف في غاية الجمال. لكن بعد ذلك روبن نيفيز وسالم أنهوا مباراة وولفسبورغ النمساوي. أما المباراة الأخيرة لدينا تقدم، وسامي جريس يحتسب ركلة جزاء، خطف القلوب سافيتش وكذلك الحمدان بهذه الانطلاقة. الهلال يكسب ركلة جزاء وحضوره. هل يبدأ كذلك هذه الأمسية وهذا الكرنفال؟ نعم 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 نعم. وقف عبد الرحمن كميل ووضعها على يساره. هدف ثاني للهلال. مباراة في 9 دقائق فيها 3 أهداف. سافيتش براسه والخنيسي يعادل بتسديده. وبعد ذلك إلى كأس الملك سلمان للأندية الأبطال العرب، والخنيسي مرة أخرى. مهاجم خطير وكبير وصولات وهداف، هداف من طراز رفيع. تقدم الآن لسالم، سالم يحضر والكرة ما زالت حاضرة وتتهيأ، والكرة عند ميشائيل يعيد كرته. سعود يجرب حل التهديف، هذا الحل بالنسبة للظهير الأيمن، وهذه التسديدة لسعود واحدة من الإضافات التي يجب أن يكتسبها ويتقنها للخنيسي. جعله وجعل العميد الكويتي في بطولة العرب. سنتحدث بالتفصيل. الخنيسي ما زال والكرة على طول بتصل. هذه المرة المحاولة اللقب في نهاية الموسم. ميشائيل هكذا يعزون الزعماء ذلك مكانته الخاصة لديه، وقال بأن الهلال فريق يرغب بالبطولات، لذلك نريد أن نفعلها الآن. الكويت كاد أن يفعلها. محمد دحام نجم منتخب الكويت حاليا وأفضل لاعب الموسم الماضي في الكويت، يضيع كرة غريبة بعد انطلاقة رائعة من الصانع سامي الصانع. صنع كرة في غاية الجمال، كرة هدف باختصار. انت وضميرك. سعد الحوت إلى جوار طبعا الغانم، مرزوق وخالد. السادة الجماهيرية الرائعة التي يقودها عفيف. الآن فرصة، وما هو القرار؟ الخنيسي غاضب من سامي الجريس والارتداد الأزرق. تذكروا جيسوس، تذكروا المرتدات. الآن سرعة الهلال في الارتداد دائما ما يكون مع جيسوس أفضل وأقوى وأسرع. هذا جيسوس اللي عرفناه، تذكروا صارت 4 كانت أيام جيسوس. هذه الكرة
من المعيوف. الخنيسي يرفع يديه. سامي الجريس أمر بالاستمرار وقال لا شيء. هذه القيمة المعتادة على مباريات الهلال والكويت. كرة في الجانب الأيمن. ميشائيل يتحرك الآن. الله! الإعصار الأزرق قادم. الإعصار الأزرق قادم. حضر من حضر وجيء بمن جيء. الأزرق الزعيم وديا أو رسميا متقدما على الكويت. هذه النتيجة حتى طبعا هذه اللحظة هي أكبر نتيجة بين مواجهات بين الهلال والكويت. الكويتي الله الله يا ياسين العامري. ياسين عامري يسدد كرة. هذا الجناح التونسي بيسراه رائعة في غاية الجمال. أهداف الكويت حلوة كمان. شوط أول جميل جدا فيه 5 أهداف، 3 للهلال، هدفين للكويت. الكويتي في مباراة ودية قبل عامين هنا في استاد الملك فهد الدولي، هنا بهدفين مقابل لا شيء. نجح الهلال عن طريق متعب المفرج وعبد الله رديف من تسجيل أهداف تلك المباراة الودية قبل عامين. الآن هنا محاولة وانطلاقة مبكرة وكرة في المرمى. التغطية حضرت سريعة عن طريق ناصر الدوسري. نجح بإيقاف الانطلاقة من اللاعب البحريني محمد مرهون. هو من تقدم في هذه الكرة، حيث الانطلاقة للبحريني كانت موجودة. وبعد ذلك البليهي كعادته منقذا لمرمى المعيوف في لقطة كذلك تظهر ويظهر وفرصة وراية قد رفعت. ناصر لمسة من سافيتش على كاريو في الجهة اليمنى. كاريو يرسل كرة عالية جميلة بالراس رائعة جدا. وقفته وصدره كان قد ضرب على صدره. أنا موجود. الكرة من جديد وكذلك الله على كرة خطيرة. الكويت يلعب قدم مباراة في غاية الروعة. هذه العرضية كانت من سامي الصانع وبعد ذلك الرأسية من محمد مرهون البحريني. دور المجموعات في الدوحة هدفين مقابل لا شيء للهلال. الآن هنا هجوم حاضر وكرة وركلة جزاء. نعم ركلة جزاء لمصلحة سعود. الانطلاقة السريعة والتمريرة البينية. هذه مين اللي حطها؟ هذه حطت لاعب فنان، لاعب طبعا سافيتش. الله على كرة وسعود وانطلاقة على الهلال. مباراة ودية السابقة نجح في التسجيل في وولفسبورغ والآن يتقدم. نجح فعلا بالتسجيل هذه المرة من علامة الجزاء. وضعها صعبة على عبد الرحمن كميل. حاول ينتظر بإعطاء تمريرة وصلت في الجانب الأيمن. فرصة متاحة الآن للكويت وخطيرة. وما هو القرار؟ ركلة زاوية للكويت. هذه الكرة العرضية وهنا كان يوسف ناصر داخل الصندوق وبعد ذلك أعلن الحكم عن ركلة زاوية لمصلحة الكويت. من جديد في الجانب الأيمن محاولة قائمة. يا سلام يا سلام يا سلام جميلة جدا. ولديك 5 منافسات بالنسبة للزعيم في هذا الموسم. الآن هنا محاولة لذلك ركلة جزاء الآن
فيصل زايد. فيصل زايد ينجح بتسجيل اسمه في المباراة بهذه المهارة ويكسب ركلة جزاء. المرور تركوا الأمر ليسجل. لا لم يسجل. هذا الارتباك الذي أحدثه يوسف ناصر وفيصل زايد قبل التنفيذ تسبب بإضاعة هذه الكرة في مباراة غوريكا السلوفيني. خيبري ورديف، كرة ترسل باتجاه رديف، تغطية حاضرة. دحقاني حافظ على كرته. الله 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 على كرة، الله لمصلحة الكويت، عالية جدا وجميلة ورائعة، والكرة في المرمى. ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء من نصيب الكويت الكويتي، وبتقدم كان أكثر من رائع لفيصل زايد. مرة أخرى هذه المرة يكسب ركلة جزاء فيصل زايد. الأولى كان قد أهدرها في القائم. ضرب الدفاع بهذه الودية. يوسف يتقدم، يضع والله يا بنياك، لا فيصل زايد ولا يوسف ناصر. هكذا